نقدر نقول كده صحة التوقعات بتاعتنا. وحصل للأسف انتهاك لوقف إطلاق النار بين إيران والترامبولا. قبل ما نخش في أخبار النهاردة، اللي بقالنا شهرين بنقول إن الأخبار دي هتحصل، يعني إن الحرب ما وقفتش ولا هتقف، بس الناس مش عايزة تفهمنا يعني. نرجع نبتدي بالموضوع الأساسي بتاعنا، إن مهما قلنا ونزلنا بوستات على اللاجئين، مهما قلت أخبار عنهم، مهما قلت حوادث عنهم، كل ده ملوش أي لازمة، وكل ده آه، مش هيمشيهم. مفيش تغيير للأوضاع، مفيش انتظار إن الحكومة تتحرك غير لما الناس تتحرك. وقلنا أكتر من مرة الناس لازم تتحرك إزاي، وفيديوهات الترحيل اللي اتكلمنا وطلبناها كتير قوي ولسه مفيش تنفيذ. احنا شايفين بس شكاوي وبوستات، وناس بتقول أنا هنزل الفيديو بتاعي، الصفحة فين ومش صبنا. مفيش حاجة نزلت لغاية دلوقتي على الصفحة من المصريين. ولا زال اللاجئ متواجد، وهيتواجد 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 طول ما انت ساكت. الناس اللي احنا كنا دعيناها على الصفحة ان هي تنزل فيديوهات تدعو الناس ان هي تنزل الشارع، زي ما كانوا بيدعوا الناس على البوستات والكومنتات ان احنا لازم ننزل نتظاهر في الشارع، لازم نبقى عدد على الارض، لغاية دلوقتي برضو ما ظهروش، اللي هو اسد البرية ورحيق الزهور والناس دي. وللأسف لسه فينا حنيح اللي بيطبطبوا على اللاجئين، واللي صعبان عليهم اللاجئين، واللي بيقول لك ده عابر سبيل، واللي بيقول لك ده اخوك المسلم. وانا قلت رايي في الكلام ده كله في بثوث تانية. عابر السبيل ده بيعدي عليا ياخد بق سندوتش ولا شويه اكل، ولو يريح عندي يومين وهو مسافر سفر طويل، ده عابر السبيل. انما اللي يجي يقعد عندي 15 سنه، ده محتل، ده مش عابر سبيل. فيا ريت النحانيح تبطل النحنحه اللي هي فيها دي، علشان هم اساسا بيصوتوا، ويا اما مش لاقيين جواز وعايزين يتجوزوا بقى من اللاجئين. ما هي كده يعني، انت مرحب بالاجنبي ليه في بلدك؟ ليك رغبه في ده، انت مستفيد من ده. اخر استفاده ممكن تبقى ايه غير الماديات؟ انك تتجوز. ما هو الجواز الاكل والشرب برضه. نيجي بقى للاخبار. جينا واتكلمنا برضو من يومين ثلاثة على موضوع الديانة الإبراهيمية الجديدة، وإن ترامب ألزم الزعماء العرب أو زعماء المنطقة عموما إن هم يوقعوا على الديانة الإبراهيمية أو الاتفاقية الإبراهيمية، زي ما عايزين تسموها سموها. وكان في صمت على التليفون الجماعي اللي ربط ما بين زعماء الدول الإسلامية، اللي طبعا بينهم الإمارات أول دولة وقعت على الاتفاقية دي يعني. فإلى الآن مفيش إدانة ولا شجب ولا موافقة. وكمان هو نفسه ترامبولا قال إن يا إما هتحصل الاتفاقية يا إما مفيش سلام. فلما نشوف إيه اللي هيحصل النهارده الفجر بقى، من الكويت، قاعدة أمريكية في الكويت ضربت إيران. قامت إيران ضرب على الكويت. يعني الضرب ابتدى من الكويت على إيران، بعدين إيران ردت فبمسيرات وصاروخ وحاجات كده يعني. وطبعا الكل طلع يغلط إيران. يجي بقى عمنا ترامبولا الدكر يقول لك أصل الواد كانوا زهقانين طلعوا يتدربوا، طلعوا يلعبوا شوية. إيه يعني لما ضربنا لنا صاروخين يعني؟ خليهم يفرحوا العيد برضه، خليهم يفرحوا.